خايف السنة تضيع، واقف في نفس المكان ومش قادر تطلع، خايف تبدأ وما تكملش زي كل سنة. تسأل نفسك كل شوية ليه عملت الغلطات دي في السنة اللي فاتت، مع اني لو ما كنتش عملتها كنت وصلت للي انا عاوزه. نفسك تبدأ السنة صح، مش عارف ازاي. الأول تعالى هقول لك فين المشكلة بالظبط، وبعدين هقول لك حلها. لما بصيت لقيت أكتر من 90% من الشباب بيضيعوا أحلامهم وما بيكملوش في الحاجة اللي هم بدأوا فيها بسبب حاجة واحدة بس، وهي التشتت. التشتت كفيل انه يدمر حياتك. تعالى اقول لك مثال، مثلا لما تيجي تبدا في مهاره حابب تتعلمها، وتبدا تدخل على فيديوهات وتبدا تعمل خطه واضحه ليك وثابته، بعد شويه بتشك في نفسك. لا، الخطه دي انا حاسسها مش مظبوطه، تعالى نشوف خطه تانيه. او تلاقي فيديو طالع لك بيقول لك ازاي تعملها في شهر، ازاي تتعلم المهاره دي في شهرين، ازاي تتعلم المهاره دي في 3 شهور، ازاي تتعلم المهاره دي في 10 ايام. فبتلاقي نفسك دخلت على الفيديو، فيديو ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، تلاقي نفسك طلعت بعد ضيعت وقت كتير، وبعد الاسبوع لقيت نفسك ما عملتش اي حاجه وطلعت ب 20 خطه. فتلاقي عقلك انضغط، ده الحاجه صعبه، لا انا مش هقدر اعملها، ده الموضوع طلع كبير مش صغير. بعد كده عقلك هيدخلك في مقارنات مع ده ومقارنات مع ده، ده وصل في 10 ايام وده وصل. فعقلك طبيعي هيحس بالضغط. بعد ما يحس بالضغط هيدور على طريقه يهرب منها، زي مثلا فراغ، سوشيال ميديا. وانت عارف طبعا ايه الحاجه اللي عقلك بيريحك بيها، وده كان السبب. هات لك اي حاجه تشربها عشان اقول لك الحل يا صديقي. الحل هتقعد مع نفسك كده وتفكر ايه الحاجه اللي انا لو عملتها السنه دي فعلا هغير حياتي. مثلا شخص بيحب عالم الاستثمار وعاوز يتعمق فيه وعاوز ده فعلا يبقى شغله، بس عنده مشكله ان هو معهوش مبالغ كبيره عشان يدخل الاستثمار. ففكر شويه ايه الحاجه اللي انا لو عملتها السنه دي فعلا هدخل عالم الاستثمار. فلقى مثلا ان الحاجه اللي ممكن تجيب له مصدر او راس مال، ممكن مثلا الانجليزي يشتغل كاستمر سيرفيس، او ممكن مثلا المونتاج يشتغل اديتور. فبص طريقه التفكير، هو كان عاوز حاجه بس فكر في حاجه تانية عشان الحاجه التانية دي هي اللي هتوصله للحاجه اللي بعدها. فما تشتغلش في حاجتين مع بعض او ثلاثه مع بعض، انت ركز على حاجه واحده بس هتغير مصير حياتك. بعد كده هتبدا تدور او تعمل خطه واضحه ليك. بعد ما تعمل الخطه في حاجتين هيضيعوك لو ما خدتش حذرك منهم. اول حاجه انك تحط وقت محدد للحاجه اللي انت اخترتها. يعني مثلا اخلص كل اسبوع جزء معين، اخلص كل يوم جزء معين، اخلص كل ساعه جزء معين. ده غلط. ليه غلط؟ افهمك ازاي. مثلا انا اخترت الانجليزي، فبدات عملت خطه للانجليزي، هخلص التاسك ده في الاسبوع ده. فاكتشفت في اخر الاسبوع ان انا ما خلصتش التاسك كله. فطبعا عقلي مش هيبص على الانجاز، عقلي هيبص على الشويه اللي انا ما عملتهمش، فهيبدا يحس بالاحباط. اسبوع ورا التاني ورا التالت هتلاقي ان كل اسبوع انت ما بتنجزش حاجه بسبب انك بص على الجزء اللي انت ما خلصتهوش. بعد مثلا شهر او شهرين هتلاقي ان التاسك اللي انت كنت عامله كان كبير قوي بالنسبه اللي انت عملته. فعقلك طبعا هيحس بالاحباط مع ضغط، فهيرجع للدايره اللي احنا قلناها في اول الفيديو، انك هتهرب لفراغ. فهتكتشف في اخر السنه انك ما عملتش اي حاجه. فبدل ما تحدد وقت التاسك كل اسبوع، لا، عاوزك في نهايه كل اسبوع تشوف تطورك. هل انا مازن بقيت احسن من الاسبوع اللي قبل كده؟ لو كمل المشوار. لو لا، عاوزك تعيد، يعني عاوزك تحط كل اللي انت عملته قدامك وتشوف ايه الحاجه اللي عطلتك، ايه الحاجه اللي ضيعت وقتك، ايه الغلطات اللي انت عملتها. لو ما لقيتش اجابه يبقى الخطه فيها مشكله، فتبدا تغيرها. المشكله انك تشك في الخطه وتدور على خطط تانية بديله. بدل ما تحدد وقت لكل حاجه كده وكل اسبوع تحدد له تاسك معين، لا، انا عاوزك كل اسبوع تسال نفسك سؤال: هل انا مازن بقيت احسن من الاسبوع اللي قبل كده ولا لا؟ هل مازن اتطور فعلا؟ هل مازن اتغير فعلا؟ هل مازن في صفه فيه اتغيرت؟ هل مازن اتحرك خطوه صغيره ناحيه هدفه؟ لو الاجابه كانت لا، يبقى انت عندك مشكله في ايه؟ في الوقت اللي انت ضيعته ده، في مشكله عطلتك، في حاجه عطلتك، فتبدا تدور عليها. لو ما لقيتش الحاجه دي يبقى انت عندك مشكله في الخطه، وده مستحيل تعرف ان في مشكله في الخطه في اول اسبوع بس. لازم الخطه تمشي عليها لمده مثلا 3 شهور عشان يبقى فعلا فيها مشكله. لو عرفت المشكله تبدا تحسنها في الاسبوع اللي بعده، ولو ما عرفتش المشكله تبدا تغير الخطه. وفي الاخر مفيش سنه ضايعه، كل سنه بتجهزك تاخد القرار اللي هيغير حياتك.
ولو اخدت القرار وبدات وما وصلتش لاي حاجه، فعلى الاقل مش هتكون نفس الشخص اللي واقف مكانه دلوقتي. ابدا وانت خايف، مفيش بدايه مثاليه، ابدا باللي معاك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي هل دي فعلا المشاكل اللي بتضيع حياتك وتضيع مستقبلك، ولا في مشاكل تانية؟ سلام.